السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاع غاية وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. صحة رمضانكم وصحة صيامكم، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم وصفة. هذا الكاطو درته قبل رمضان بشحال وما درت لهش مونتاج، وكي راني في شحال ما درتش معكم فيديو قلت ندير له مونتاج. بالك تستفادوا من الوصفة ولا تبغوا ديروها. هنايا بديت بهادو هاد الشكل هذا تاع المروحه. ذوبت شوكولا. درت شوكولا بيضاء وشوكولا بالحليب. ذوبتها في بان ماغي في حمام مائي. كل 100 غرام تاع شوكولا درت لها مغرف تاع الزيت، ودرتها في هادوك ليمول، درتها في كونجيلاتور ومن بعد ديموليتها. هنايا عندي ناكخي، هذا ملمع ذهبي. ما ديروش كاع للحبه، تمسحوا الحبه غير هكا من الفوق. وهنايا شوكولا الاشكال اللي درتهم بالشوكولا هذيك البنيه ولا السوداء. ثاني درت لها ناكخي ذهبي، بصح من الاحسن وكان يكون عندكم ناكخي في الوردي ولا في البنفسجي، وديروها على هذوك الحبات، غادي يعطيكم واحد اللون بزاف شباب. هنايا كي نكمل كاع الحبات تاوعي غادي نديرهم في بواط ونحتفظ فيهم، عفوا نحتفظ بهم في الثلاجه حتى الوقت اللي نبدا نزين بهم الكاطو تاعي. هنايا باش ما يدوليش الوقت بديت بهم هما الوالا، ومن بعد رحت للكريمه اللي غادي نلصق بها الحلوى تاعي. هنايا عندي زبده. درت هنايا قريب 200 غرام تاع زبده. خدمتها مليح بالباتر كما شفتوا، مع كاس تاع سكر ناعم، كاس ناقص ربع تاع ماشي ربع صبع تاع سكر ناعم. خلطتهم مليح بالباتر، ومن بعد هنايا بديت نضيف في الزيت. عندي نص كاس تاع الزيت، نبدا نضيف فيه بالتدريج. الزيت هو اللي غادي يخفف لكم هذيك لاكريم باش ما تجيكمش ثقيله ويعطيها واحد القوام بزاف شباب. هنايا نبقى نخدم فيها بالباتر، والاضافات هنايا نتوما تتحكموا فيهم، نتوما تزيدوا شاكم باغيين. هنايا زدت انا حلوى الترك، وكانت عندي العطر تاع البندق زدت شويه، وكانت عندي طوفيه تاع كراميل، درت مغرف كبيره تاع طوفيه كراميل. كما قلت لكم الحشو نتوما تحكموا فيه. هنايا تبغوا ما ديروش حلوى الترك والطوفيه والعطر هذاك تاع البندق، ديروا عصروا حبه تاع ليم، وديروا تاني زاز تاع الليم، رابوه في هذيك الرقيقه كاع، وتزيدوا هنايا للكريمه تاعكم، ولا تبغوا تزيدوا فلون ولا اي ذوق نتوما تبغوه. هنايا زدت مغرف ونص كبيره، مغرف كبيره ونص تاع بودره شانتي. هنايا شانتي غادي تعطيكم بنه وتعطيكم تاني القوام تاعها يجي خفيف تاع الكريمه تاعكم. هنايا ما تخافوش منها، كريمه شانتي كي ديروها مع الحليب ثم تخافوها لا تخسر لكم، بصح حنايا درناها مع الزبده غادي تشد معكم وقت طويل وتستعملوها هذه الكريمه بزاف حشوات. هنايا بالنسبه للكاطو تاعي انا درت كميه كبيره، غادي نكتب لكم في صندوق الوصف المقادير تاع 500 غرام تاع الزبده. ويقطع هذا الكاطو يقطع. انا هنايا درت 750 غرام تاع زبده، درت وحده تاع 500 غرام، و العلبه الزاوجه تاع 500 غرام كما قلت لكم قلعت منها قيس 200 غرام هكا تاع الزبده. درت بها هذيك الكريمه اللي لصق بها الكاطو، والاخر زدته هنايا خدمت به الكاطو. هنايا درت معاها 4 كيسان تاع سكر ناعم، درت هذاك العطر تاع البندق، ولا تبغوا تضيفوا اي عطر نتوما تبغوه ولا ديروا. درت مغرف تاع لافاني، درت هنايا شويه تاع الجلجلان، ودرت شويه تاع حلوه الترك، ودرت 2 كيسان تاع الزيت ومبشور الليمون. ونبدا نخلط هكا مليح في الكاطو تاعي. هنايا هذيك القصعه جاتني صغيره، بدلت درت في حاجه كبيره. من بعد هنايا زدت 2 كيسان كبار تاع المايزينا، والبيض هنايا درت 4 حبات ومعاهم 2 صفار تاع البيض. ونبقى نخدم في العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. هنايا بالنسبه للخماره درت كيس ونص تاع خميره كيميائيه. هنا لكان الحمام بزاف ديروا غير كيس تاع خميره كيميائيه. نبقى نخدم فيها ونضيف في الفارينه تاعي بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. الكاطو تاعكم هنايا غير لموه، ما تقعدوش تعجنوا فيه باش من بعد يجيكم خفيف.
ويجيكم هشيش، ما يجيكمش يابس. هنا بالنسبه لهاد الكميه غادي تقطع لكم فايته 180 حبه، هذه 750 غرام تاع الزبده. ممكن ديروا 500 غرام تاع الزبده تقطع لكم قريب 80 حبه ولا اكثر. هنايا نشوف الطابع اللي غادي يجيني على حساب هادوك ليمون، ما يكونش صغير وما يكونش كبير، يكون معاه قد كي قاس جاني هذاك الابيض. هنا دائما كيما نقول لكم ديروا ساشي وحلوا العجينه تاع الصابلي تاعكم باش ما يبسلكمش، ما تقعدوش اشاك فوا تزيدوا في الفرينه الكاطو تاعكم ولا العجينه تاعكم يبس والكاطو تاني يجيكم يابس. وغادي تتغبنوا من بعد كي تقعدوا ترفدوا في الحبه. الساشي يعاونكم بالبزاف. هنايا الكاطو علاه قلت لكم يقطع لكم، خاطش تحلوا العجينه شويه رقيقه، ما تكونش غليظه بزاف، خاطش غادي نديروا الحشو غادي نلصقوها بهذيك الكريمه وغادي نزيدوا فوقها هذاك الطابع. نتوما نديروا حساب الارتفاع ولا العلو تاع الحبه تاعكم باش ما تجيكمش كبيره بزاف. هنايا حليت هذوك الحبات تاوعي كيما راكم تشوفوا، طبعتهم ونديرهم في بلا، كنت رشيت عليه شويه تاع فرينه وندخله فرن مسخن 180 درجه من التحت. كي نشوفهم داو هذاك اللون الذهبي من التحت ولا حمار من التحت، نشعل عليهم من الفوق قيس ما تنشف لي العجينه. يتحمروا غير شويه، ما تخلوهمش يتحمروا بزاف ونخليه يبرد. هنايا الكاطو تاعكم ولا الصابلي تاني باش ما يخسرش، خلوه يبرد في البلا ومن بعد عاد قلعوه وديروه في حاجه واحده اخرى، خاطر كان تقلعوه هو حامي وديروه فوق بعضها هكا بشكل عشوائي في سله ولا في باسينه، غادي الشكل تاعها من بعدا يخسر كي تجو تلصقوا الحبه مع خوتها ما يجوكمش نيفو واحد. هنايا لصقت الحبه تاوعي بهذيك الكريمه ونخليهم هنايا لصقتهم كاع ودرتهم في الثلاجه. هنايا ديجا هذه لاكريم كي خدمتها درتها في الثلاجه باش تجمد عفوا ماشي تجمد، تشد روحها. ونلصق الكاطو تاعي كيما راكم تشوفوا، نقلع هذوك الزوائد. ومن بعد هنايا عندي مربى تاع المشمش، كونفيتور تاع المشماش، ندهن هذوك الاطراف. والرمدها هنايا عندي جوز الهند محمص، ولا تبغوا ديروا كاوكاو محمص ومرحي ولا قطايف محمصين. ثاني هنايا نعطيكم فكره. المول كيما شفتوا انا درت هذاك تاع المروحه، انتوما تقدروا تستعملوا اي مول تبغوه، كيما هذاك تاع الورده ولا اللي راه طوندونس. ترمدوا كاع الكاطو تاعكم في القطايف، من الاحسن ترمدوهم في القطايف يكونوا محمصين، يعطوه بنه بزاف شابه، ولا كاوكاو محمص ومرحي. ومن بعد ديروا هذاك المول من الفوق. المهم هاد العجينه تاع الصابلي تستعملوها في تسحقوها بالبزاف باسكو تخرج بزاف شابه. هنايا رمت هذوك الحبات تاوعي كيما شفتوا في الجوز الهند محمص. ومن بعد كانت عندي بقات لي شويه هذيك الطوفيه كراميل درتها من الفوق، وحطيت هذوك الاشكال تاع المروحه ولا هذوك المراوح حطيتهم من الفوق. وهذاك العقاش درت شويه تاع شوكولا لصقته من الفوق. كانت هذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم. ما تنساوش خلوا لي جيم وخلوا لي كومونتير وبارطاجوا لا فيديو مع احبابكم، ولا عجبتكم الوصفه وسيتوها اكتبوا لي في لي كومونتير.